الأسعار بقت فيه بتتحسب بالملايين، ظهر رقم غريب في سوق المستعمل خلى الكل يفرمل ويسأل: 500 ألف جنيه. هل الرقم ده لسه كافي إنه يركبك عربية أوتوماتيك وليها باسبور ياباني؟ الحكاية بدأت لما ظهرت نسخة من تويوتا كرولا 2006 بحالة خلت الناس تراجع حساباتها بخصوص قيمة الفلوس. احنا بنتكلم عن موتور 1600 سي سي عافي ما بيشتكيش، وفتيس أوتوماتيك بيخلي الزحمة والمشاوير الطويلة لعبة في إيدك. العربية اللي معانا باللون الفضي ومحافظة على دواخلها بالكامل من غير دهان، ومعاها رخصة سارية يعني جاهزة للمشوار من غير مصاريف مستخبية. اللغز الحقيقي مش في السعر بس، ده في الاستمرارية اللي خلت العربية دي صامدة لسنين ومحدش عارف يكسر هيبتها في الشارع. صالون واسع، تكييف بجد يعتمد عليه في عز الحر، وتصميم لسه محتفظ برونقه وسط الزحمة. ب 500 ألف جنيه انت مش بس بتشتري حديد، انت بتشتري راحة بال بقت دلوقتي عملة نادرة جدا. تفتكروا الميزانية دي لسه تقدر تفتح ابواب لفرص تانية في 2026، ولا الرهان على الياباني المجرب هو اللي بيكسب دايما؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات.